يا رب تكونوا بخير يا جماعة. وقبل ما نبدأ في قصتنا النهاردة لازم نصلي على النبي علشان يبارك في كلامنا ويفتح لنا أبواب الفهم والسكينة. والنهاردة هنتكلم عن قصة غامضة مليانة أسرار ورعب حصلت في أرضنا، في قرية صغيرة. قصة البيت اللي تحت الأرض. قرية صغيرة اسمها كفر أبو خشبة، محافظة المنوفية. أحداث القصة بتدور ما بين سنة 2003. كان في راجل اسمه عم محمود الطنطاوي، راجل طيب جدا وعنده ولاد كتير. اشترى أرض رخيصة على أطراف القرية بجانب بيت مهجور محدش بيقربله من سنين. الناس كلها كانت بتقول إن البيت ده مش مظبوط، لكن عم محمود كان دايما يضحك ويقول هو في جن أغلى من الإنسان؟ نعم بالله وبس. وبدأ يبني البيت الجديد علشان يجهزه لابنه الكبير إسلام اللي لسه متجوز. وفي أول أسبوع من البناء بدأ العمال يلاحظوا حاجات غريبة. كل يوم أدوات البناء تتكسر بدون سبب، الطوب يختفي أصوات خطوات فوق السقف رغم إن مفيش سقف لسه. واحد من العمال شاف كأن في حد واقف بعيد بيتفرج عليهم، جسمه طويل وشه مش باين. الناس ضحكت وقالوا تهيؤات شغل وتعب، لكن الحاجات ما وقفتش. اتجوز إسلام ودخل هو ومراته دعاء البيت الجديد. أول أسبوعين كانوا كويسين لحد ما دعاء بدأت تلاحظ حاجات غريبة. كل يوم الساعة 2:17 صباحا النور بيقطع ويرجع بعد 17 دقيقة. بتسمع صوت بكاء جاء من الأرض، بتشوف طفل صغير بيعدي من جنبها في الطرقة، ولما تروح تدور عليه تلاقي البيت فاضي. إسلام كان بيحاول يطمنها، انت تعبانة من الجواز والنقلة والضغط، نامي بس. لكن اللي حصل بعد كده ما كانش وهم. آدم طفل صغير جارهم كان بيلعب دايما في الجنينة اللي ورا البيت. في يوم اختفى. أمه خرجت تصرخ وتعيط والناس كلها طلعت تدور عليه، مفيش أثر. الشرطة جات وبدأوا يفتشوا المكان. واحد من العساكر لاحظ إن في بقعة في الأرض شكلها مش طبيعي، كانت طرية أكتر من غيرها رغم إن الجو ناشف. جابوا فأس وبدأوا يحفروا، وفجأة سمعوا صوت طق غريب. لقوا باب حديد صغير متغطي بالطين والتراب. فتحوا الباب الحديد لقوا نفق. النفق عرضه 1.5 متر وطوله مش باين. ريحته كانت بشعة، ريحة موت وإدم. نزلوا بكشافات. بعد حوالي 7 متر لقوا أوضة صغيرة فيها جثة ملفوفة في قماشة قديمة، مصحف متقطع، سلسلة ذهب عليها اسم سوميا. الجثة كانت مربوطة من رجليها وإيديها وفي ظهرها طعنتين. لكن الأغرب الجثة كانت متحنطة رغم إن المكان كله رطوبة. الشرطة بدأت تدور في سجلات الناس المفقودين. لقوا إن سنة 1975 بنت اسمها سوميا عبد المقصود اختفت من نفس القرية. كانت شغالة خدامة في بيت العمدة القديم، والبيت ده هو نفس البيت المهجور اللي جنب بيت عم محمود. بس مفيش بلاغ رسمي اتقدم. راحوا لحفيد العمدة اسمه مراد. مراد حاول ينكر، لكن بعد الضغط اعترف. جدي غلط معاها، ولما اكتشفوا إنها حامل خاف على سمعته، فقال للناس إنها سابت الشغل وهربت. بس في الحقيقة قتلها. دفنوها في السرداب اللي تحت البيت وقفلوا عليه وقالوا ممنوع حد يقرب. البيت الجديد اتبنى فوق الجريمة القديمة والمكان لسه مش ناسي. بعد اكتشاف الجثة دعاء دخلت في حالة نفسية صعبة، بقت بتتكلم مع نفسها. إسلام شاف مرات أبوه المتوفية وهي بتصرخ في الحلم وتقول رجعوا الحق، رجعوه. 3 من العمال اللي شاركوا في البناء ماتوا في حوادث متفرقة. الناس في القرية بقت تقول في ست بتعيط تحت الأرض كل ليلة. البيت ده مش عايز سكان. الشرطة قفلت السرداب ونقلت الجثة للمقابر، لكن الرعب ما وقفش. في يوم عم محمود راح يصلي الفجر، وقع على السلالم ومات. في الجنازة حصلت حاجة غريبة. لما دخلوا البيت عشان ياخدوا العزا لقوا الحيطان متشققة والنور بيطفي ويولع لوحده. في صوت جه من الدور الأرضي زي حد بيقول أنا هنا ما مشيتش. بعدها بأسبوع العيلة كلها سابت البيت واتبعت الأرض لراجل غريب من بره البلد. لكن أول ما جه يسكن البيت اتحرق بالكامل في أول ليلة. بعد ما انتشرت الحكاية جات أوامر من فوق إن القضية تتفتح تاني، خصوصا بعد ما اختفى واحد من اللي اشتروا الأرض بعدها. المحقق حسين راجل كبير في السن بس مش بيتخض بسرعة. دخل البيت بنفسه وبدأ يسأل الناس. بس اللي غريب إنه أول ما دخل وشه اتغير. قال بصوت هادي أنا شفت البيت ده قبل كده في حلم من 18 سنة. حسين رجع بيته في القاهرة
وبدأ يدونا ملاحظاته. كتب في الدفتر: البيت ده ظهر لي في منامي سنة 18 سنة. كنت شايف سرداب وفي ست بتعيط والمصحف المتقطع. المرعب إنه في الحلم حسين كان شايف نفسه بيقفل باب السرداب بإيده. رجع للقرية تاني وقابل شيخ كبير في السن اسمه الشيخ عبد الغفار، كان إمام الجامع أيام حادثة السمية. الشيخ قاله: أنا عارفك يا حسين، أنت ابن فاطمة عبد الرؤوف. أيوة، أبوك كان أحد الناس اللي ساعدوا في دفن السر. أنت جاي دلوقتي تدفع الدين. المحقق حسين بعد كلام الشيخ عبد الغفار قرر يعمل حاجة كبيرة علشان يطهر المكان ويكسر اللعنة. جمع رجال القرية وادعوا شيخ كبير جاي من بره القرية مخصوص علشان يعمل طقوس تطهير. الشيخ دخل البيت وبدأ يقرأ آيات من القرآن بصوت عالي، والناس كلها كانت واقفة قلبها يدق من الخوف والترقب. فجأة صوت عالي جه من السرداب وكأن حد بيصرخ من جوه. الشيخ ما توقفش وبدأ يرش ماء زمزم على الحيطان والأرض. بعد نصف ساعة الصوت وقع والهدوء رجع. البيت بدأ يهدى شوية كأن اللعنة بتروح. بس حسين كان عارف إن ده مش كفاية، لازم يكتشف الحقيقة كلها. حسين ما وقفش عند كده، بدأ يدور في أرشيف القرية القديمة ولقى دفاتر وصناديق مليانة أوراق ورسائل قديمة تخص سمية. فيها رسائل وكلام عن ظلم كبير اتعمل معاها وعن تهديدات وخوفها من العمدة. في واحدة من الرسائل كانت مكتوبة بخط إيد سمية نفسها، موجهة لمراد حفيد العمدة. في الرسالة كانت مكتوبة: لو حصل لي حاجة ابحثوا عني في السرداب. حسين حس إنه لازم يواجه مراد عشان يفك لغز القصة. المحقق حسين جمع كل شجاعته ورحل على بيت مراد عشان يواجهه. مراد حاول في الأول ينكر، حاول يخبي الحقيقة ويهرب من المسؤولية، لكن حسين ما سابوش. ضغط عليه وضغط لحد ما مراد انهار وقال: العمدة عذبها وقتلها، وأنا كنت صغير بس عرفت كل حاجة وخفت أموت لو فضحت. مراد حكى تفاصيل مروعة عن اللي حصل لسمية. التحقيقات العلمية أثبتت إن الجثة المتحنطة لسمية محفوظة بطريقة غريبة جدا مش طبيعية. استخدموا مواد كيميائية قديمة للحفظ، وده خلى المكان كله مليان أسرار غامضة. الناس بقت تخاف أكتر والبيت بقى عنوان للرعب. بعد ما القضية رجعت للنور، فجأة طفل تاني من القرية اختفى من غير أي سبب. القرية كلها اتصدمت والخوف انتشر في كل مكان. الكل بدأ يشك إن اللعنة لسه موجودة والبيت مش مطمن. في البيت المهجور ظهر علامة غريبة على الحيطان، شكلها كان زي رمز قديم ومخيف. الشيخ عبد الغفار قال: دي علامة لعنة متأصلة من زمان ولازم نكسرها بالأذكار والأعمال الصالحة. العلامة دي كانت تحذير كبير وبتقول إن الشر اللي حصل هنا مش سهل ينتهي. المحقق حسين بدأ يشوف رؤى غريبة في منامه، بيشوف أحداث من زمن العمدة وسمية وكأنه عايش معاهم الموقف. بيشوف الست بتعيط وبتطلب حقها وروحه متربطة بالمكان. حسين اكتشف إن في سرداب تاني أعمق تحت الأرض، مكان مخفي محدش يعرف عنه حاجة. كان مكتوب في دفاتر قديمة إنه بيحتفظ بأسرار أكبر. حسين دخل السرداب التاني ولقى أدوات قديمة وحاجات بتثبت جرائم كثيرة. كان في أوراق ورسائل قديمة بتوضح ظلم أكبر وأحداث مروعة مخفية عن الناس. المحقق حسين جمع أهل القرية وحكى لهم القصة كلها من الأول لآخرها. الناس فهمت إن العدالة لسه ما اتحققتش وإن لازم يطالبوا بحقوق الضحايا. البيت اتقفل رسمي والناس بقت تبعد عنه، بس الرعب والسر ما راحوش. البيت بقى قصص بتتروى للأجيال واللعنة ظلت علقة في الذكريات. حسين والشيخ عبد الغفار جمعوا مجموعة من أهل القرية المؤمنين بالقضية وبدأوا يحضروا لطقوس تطهير الأرض. جمعوا كتب قديمة عن الطقوس وحضروا المكان بجانب البيت المشتعل سابقا. الكل كان خايف لكن مصرين ينهوا اللعنة اللي مأثرة على القرية كلها. في ليلة مظلمة اجتمعوا حوالين المدفن القديم والشيخ عبد الغفار بدأ يقرأ الأدعية والآيات. سمعوا أصوات غريبة وزادت الرياح وانطفى النور فجأة. ظلال سوداء بدأت تتحرك حولهم وصوت بكاء سمية صار أعلى. المواجهة بدأت بين قوة النور وقوى الظلام. حسين كان واقف وسط المعركة الروحية، حاول يثبت نفسه وسط الأصوات والظلال. في لحظة ظهر له ظل عملاق رمزي لقوة الطائفة القديمة.
حسين استجمع قواه وقرأ آيات بصوت عالي لحد ما بدأ الظل يختفي تدريجيا. مع شروق الشمس اللعنة بدأت تخف والجو اتنفس أخيرا. لكن الشيخ عبد الغفار قال ده نصر مؤقت، الأرض محتاجة صيانة مستمرة والناس تحافظ على النور. القرية رجعت لحياتها الطبيعية والبيت القديم باقي مهجور زي الأول. حسين رجع للقاهرة وكتب قصة القرية والبيت تحت الأرض. دعاء وإسلام عايشين بسلام، والطفل آدم بقى رمز الأمل. وبكده يا جماعة قصة البيت اللي تحت الأرض بتفكرنا دايما إن مفيش سر بيتدفن تحت الأرض إلا وبيطلع للنور في يوم من الأيام. القرية دي عاشت ساعات من الرعب والظلام، لكن بالإيمان والصبر قدروا يواجهوا اللعنة ويرجعوا السلام. بس الحقيقة، هل القصة دي خلصت فعلا؟ ولا لسه في أسرار مظلمة مخبية جوه الأرض مستنية حد يكتشفها؟ ده سؤال لازم كل واحد فينا يفكر فيه. هل نقدر نعيش بسلام واحنا عارفين إن في حاجات مخبية في الظلام؟ لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من القصص الغامضة والمشوقة. أنا معاكم دايما في رحلة كشف الحقيقة. سلام.